السلام عليكم. اليوم أقدم لكم طريقة عمل مرقة البوتيتة أو البطاطا. المقادير اللي أحتاجها هي البوتيتة. هذه طبعا أنا غسلتها وقشرتها وقطعتها يعني من غير ما أسلقها. طبعا الكمية اللي أنا استخدمتها 4 حبات بوتيتة، وتبقى أنتم حسب يعني عدد أفراد عائلتكم إيش قد تحبون تستخدمون بوتيتة. هاي البوتيتة تقريبا بقد نصف مقدارها استخدمت بصل مقطعته، نعم حبتين بصل هنا. وهنا استخدمت صدر دجاج تقريبا نص كوب أو شوي أكثر، يعني نص كمية البصل قطعته أيضا هيك مكعبات بهذا الحجم. هذا طبعا تبقى حسب رغبتكم، إذا تحبون تستخدمون صدر الدجاج أو تستخدمون اللحم أو تستخدمون الماجي فقط أو مرقة دجاج، يعني تعتمدون عليها. هنا ويا هاي كمية الخضروات اللي استخدمتها أحتاج ملعقة معجون طماطة مليانة، شوفوها هذه، أو أحتاج هاي شوية البهارات، هاي تنطيني طعم جدا جدا طيب لمرقة البوتيتة. هنا أحتاج فصين ثوم، وأحتاج ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة كاري، وملعقة صغيرة زنجبيل، وملعقة صغيرة بابريكا. البابريكا الفلفل الأحمر الحلو، وملح وماجي هذا يبقى حسب الرغبة لكن ينطيها طعم جدا طيب للمرقة، وزيت ومي. هنا أنا أبدي بطريقة الطبخ. طريقة طبخها جدا سهلة. نزلت البوتيتة وأبدي أضيف لها شوية زيت، أحركها هيك بالزيت وأبدي أحمسها إلى أن القطع تاخذ لون. هنا بقيت أحمس بالبوتيتة، يعني أحركها طبعا إلى أن أخذت هذا اللون عندي، شوفوها هيك صار بيها هذا اللون، إن شاء الله واضح عندكم. هذا المستوى يكفي. هسه راح أضيف عليها البصل وأبقى أحركها ويا البصل إلى أن يذبل البصل زين. هسه حمست البصل ويا البوتيتة، شوفوا صار هيجي القطع ذبلانة وأخذت اللون الذهبي. هذا المقدار يكفي. راح أبدي أنزل الدجاج بس. هسه بعد ما نزلت الدجاج راح أبدأ أحمسه ويا البوتيتة والبصل، لكن بالحمس يعني لا تحاولون تحركون زايد. هنا حمست صدر الدجاج ويا البوتيتة، شوفوا القطعة صارت بيضة، ولو أضغط عليها تقريبا تنكسر، يعني راحت منها أي زفارة بهذا المستوى. هسه هرست الثوم هذا الشكل، أخلطه خلطة خفيفة هو والثوم حتى ينحمس. هسه راح أضيف البهار الكاري والفلفل والزنجبيل والبابريكا والملح، راح أضيف نصه تقريبا لأن أنا أريد أستخدم الماجي. هسه أحمس البوتيتة ويا هاي البهارات شوية، أشوف ريحتها إذا تحتاج بعد أضيف لها بعد. حمستها هنا ويا البهار، ريحتها جدا طيبة. بعد تبقى أنتم حسب رغبتكم، إذا تحبون تضيفون نوع ثاني من البهارات، لكن أنا أكتفي بهذا المقدار. هسه راح أبدي أضيف المعجون وأنطيها حمسة خفيفة ويا المعجون. هنا بعد ما حمستها ويا المعجون ضفت لها 3 أكواب مي. طبعا المي حسيتها هسه قليل، راح أضيف بعد كوب يعني 4 أكواب، وأضيف مكعب الماجي. هذا ماجي مرقة الدجاج، وأضيف تقريبا ربع كوب أو شوي أكثر حامض الليمون. هنا الملاحظة اللي حبيت أذكرها، بعض بناتنا المبتدئات أو العرايس يقولون البوتيتة تنمرد عندنا. إذا ما قدرتوا تضبطون على هذه الطريقة فتقدرون تقلوها البوتيتة على جهة، يعني بالبداية هي المكعبات تقلوها على جهة بطاوة بأي شيء عندكم تقلون به، وبعدين تبدون تحمسون البصل والدجاج وتضيفون البوتيتة عليه. إذا صعب عليكم هذه الطريقة. هاي هنا أنا خليته على حرارة عالية 5 دقائق. شوفوا لونها قد حلو صار المرقة، زاهي هذا المستوى. هسه أوطيها الحرارة، وبعد ما تحتاج غير ربع ساعة مو أكثر يعني، لأن هي كاملة عندي، وأطفي عليها الحرارة وأبدأ أجهزها. طبعا راح أخليها هسه على حرارة واطية حيل. هسه المرقة صارت جاهزة، خليتها ربع ساعة على حرارة واطية. شوفوا شلون مرقة ثخينة وحلوة وريحتها كلش طيبة.
وطعمها طيب بنفس الوقت. هسه بدي اجهزها بصحن التقديم. ما احتاجت وقت زايد لان انا حمستها، والمستخدمة صدر دجاج. صدر الدجاج بسرعة يستوي، يعني ما يحتاج. هاي المرقة هسه صارت جاهزة. طبعا احنا نقدم بجانبها التمن او الرز، وانتو حسب راحتكم مش تحبون تاكلوها ويا التمن او ويا الخبز، كل واحد وحسب الشي اللي يرغب له يعني بالاكل. هنا حبيت اراويكم اللحمة شلون مستوية، شوفوها رايحة مثل ما نقول بلهجتنا لدرجة المرض يعني، لأن حمسناها ولأن هو صدر دجاج ما يحتاج طبخ هواي. هسه بعد ما شفتوا اللحمة شلون مستوية، إن شاء الله تكونون استفاديتوا من هذه المرقة اللي هي بخطوات سهلة وسريعة وطعم جدا طيب. إن شاء الله تستفادون منها، ولا تنسون إذا عجبكم الفيديو مشاركة الفيديو حتى تعمل فائدة، والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد من مطبخي فيرست.